Алла субханала тааланын берген мүмкүнчүлүгү менен ушул бир нурдуу, куттуу пайгамбарыбыздын хадистеринен акыркы сабагына катышканга Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошол Хатым аль-Бухари сабагынын эң акыркы хатым болуучу сабагына кезек берсек иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين الأجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. سند الحديث: حدثنا أستاذنا جيكي تعالى حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. قال: حدثكم أستاذكم فضيلة الشيخ القاضي مفتي محمد تقي العثماني حفظه الله وأكرمه في الدارين، عن والده فضيلة شيخ الفقيه الملة مفتي محمد شفيع رحمهم الله تعالى، عن فضيلة الشيخ الإمام أنوار شاه الكشمير رحمهم الله تعالى، عن الشيخ شيخ محمود الحسن رحمهم الله تعالى. تحويل: وبه قال فضيلة الشيخ القاضي مفتي محمد تقي العثماني حفظه الله وأكرمه في الدارين، عن فضيلة الشيخ المفتي راشد أحمد رحمه الله تعالى، عن الشيخ الحسين أحمد المدني، عن الشيخ الحندي محمود الحسني، عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم نانوتبي وعلامة راشد أحمد الكنواهي، وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي، عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي، عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ حجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ محمد بن أبي طالب، عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي، عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري، عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بفيودهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.